ليه بنعمل توليفات قهوه عامه؟ عشان كل مره تشرب فيها فنجان تحسه بمذاق مختلف ويكون مختلف عن الفنجان اللي قبله. تعال اما اقول لك على توليفه قهوه عمرها ما فشلت انها تبقى. خد 75 جرام من البن البرازيلي اللي هيديك كريمه عاليه جدا في قلب الخلطه، وبعدها هتروح تاخد 75 جرام من البن الحبشي اللي هيديك ريحه عاليه جدا في قلب الخلطه، وبعدها هتروح تاخد 50 جرام من البن الاندونيسي اللي هيديك قوام ووش عالي جدا لقلب الخلطه، وفي نفس الوقت نسبه الكافيين فيه عاليه لانه نوع من انواع الروبستا، على 50 جرام من البن الجيتومالي اللي هيديك نفس التيست بتاع الكولومبي بس بدون اي نسبه مراره. الخلطه بتاعتك بشويه قرنفل بيخلوا ريحه القهوه حلوه، برده خفاف كده بيدوا القهوه ريحه في التحويجه، فنحط لها 10 جرام من الحبهان. هناك هناخد واحده من جوز الطيب وهنكسرها. هننزل لي بقى الجينسنج اللي مش هتلاقيه عند اي حد، وهننزل بعود كده من الجينسنج بعد ما كسرناه، والجينسنج ده بقى يديك طاقه وباور كده لو انت بتروح الجيم او بتشتغل عدد ساعات عمل كتير. وتعالى بقى نروح اخر خطوه. اخر خطوه هي ايه؟ هي ان احنا نطحنه. بس قبل ما نطحنه انا علاء فوده وبقدم لك محتوى عن القهوه، فلو بتحب القهوه اعمل لي فولو.